في هذه الذكرى التي أسقط وجدان شعبنا، وأن حجم المأساة الإنسانية التي حلت بأهلنا في عفرين ومن ثم في الشهباء جراء العمليات العسكرية والاعتداءات المتكررة التي ارتكبها الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها، والتي أسفرت عن موجات تهجير قسري واسعة طالت عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. لقد شكل احتلال عفرين في عام 2018 بداية مرحلة قاسية من الألم، حيث أجبرت عائلات كاملة على ترك منازلها وأراضيها وتراثها متوجهة نحو مناطق الشهباء، حيث أصبحت الملاذ الوحيد للنازحين. رغم محدودية الإمكانات وصعوبة الظروف، إلا أن القصف المستمر وسياسات التخويف والترهيب التي مارسها الاحتلال ومرتزقته ضد السكان والهجوم البربري على المدنيين هناك دفعت أهلنا مجددا إلى رحلة نزوح ثانية أشد مرارة نحو مناطق الجزيرة، بحثا عن الأمان وحماية حياتهم من القتل، الخطف والانتهاكات الممنهجة. إن هذا النزوح المزدوج لا يمثل حالة اللجوء عابرة، بل هو جريمة تهجير قسري متعمدة وانتهاك واضح وصريح وصارف للقانون الدولي الإنساني ولجميع المواثيق الدولية التي تجرم استهداف المدنيين وإجبارهم على مغادرة ديارهم، كما أنه يعكس محاولة منظمة لتغيير البنية السكانية وطمس الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الكردي في تلك المناطق. نحن نناشد المنظمات الدولية والهيئات الأممية لتحمل مسؤوليتها تجاه آلاف العائلات التي لا تزال تعاني آثار النزوح، وإيصال صوتهم إلى المحافل الدولية كافة. أننا نؤكد أننا شعب لم ولن يستسلم، وأن إرادتنا أقوى من كل محاولات كسرنا أو تهجيرنا، وأن حق العودة إلى عفرين حق مقدس لا يلغيه أي احتلال، وأن دماء الشهداء ومعاناة النازحين أمانة في أعناقنا، وعلينا مواصلة النضال لاستعادة أراضينا، وأننا مستمرون بنضال على خطى شهدائنا حتى يوم العودة الآمنة والكريمة. وإذ نحيي اليوم صمود الشعب الذي واجه الموت والجوع والحصار بكرامة وعزيمة، ونؤكد بأن هذه المأساة لن تنسى، وأنها ستبقى شاهدا على جرائم ارتكبت بحق شعبنا، ومسؤولية لا تسقط بالتقادم. كما نثمن دور المجتمعات المحلية والإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا التي احتضنت آلاف النازحين وقدمت لهم يد العون في أصعب الظروف، وأننا نندد ونستنكر جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة بحق المدنيين في عفرين والشهباء، وندعو إلى تحقيق دولي مستقل حول جرائم التهجير القسري ومرتكبي المجازر والاعتداءات التي طالت البنية السكانية والثقافية، والتأكيد على حق جميع النازحين في العودة إلى ديارهم، الحرية لكافة المناطق المحتلة عفرين، شهبة، جريسبي، سريكانية وكافة المناطق تحت سيطرة الفاشية التركية.